هي هاي مشكلة مو بس احنا، مشكلة يعني منطقتنا كلها والعالم الإسلامي كله. لو دكتاتورية تحفظ لك الأمن، لو ديمقراطية تؤدي لك إلى هذا التشتت والتفلش. يعني الدكتاتور كان صدام، ما كان دكتاتور؟ من يحكي بلد آمن ما حد يقدر يحك راسه، بس آمن أمن القبور مثل المقبرة ما حد يقدر. بس راح صدام كل من طلع قرن وكلهم يردون يصيرون مكان صدام. صار عندنا 20 صدام شيعي على 30 صدام سني على 40 صدام كردي، تفكك البلد راح. واحنا نريد نقول نريد ديمقراطيه وامن، حريه وامن، مو حريه وفلتان، مو حريه وميليشيات، مو حريه وذبح، مو حريه وقتل، مو حريه وفساد ونهب الميزانيه. مشكله هاي الدول العربيه الامنه المستقره فيها دكتاتوريه. وانا اقول لك والله العظيم شنت ادعو للديمقراطيه بعد الويلات اللي شفتها الان. اتمنى يجينا في الدكتاتور مثل صدام اول، اقل يحافظ على دم الناس، يقتل هو ما يخالف. فد واحد قاتل ايام صدام كان بس هو يقتل، هسه 10,000 صدامك يقتلون ولا واحد هم يدري بيهم منو ليش، لا يعرف القتيل لما قتل.